السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معاكم أحمد دياب. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن آخر التطورات، آخر الأخبار. محمد صلاح رايح فين؟ شفنا أخبار كتيرة جدا، كذا خبر، اللي هو في عرض من برشلونة وفي عرض من جلطة سراي في الدوري السعودي، ولا ممكن يكمل مع ليفربول. متنساش اللايك والسبسكرايب وتابعونا إن شاء الله عشان في فيديوهات كتيرة جاية. يلا بينا نبدأ الفيديو. آخر فترة في أخبار إن برشلونة مهتمة بمحمد صلاح، تعاقد مع محمد صلاح. ليه بقى؟ فالخبر ممكن الأول، يعني لو حد يقول لك لا ما فيش الكلام ده، محمد صلاح عنده 32 سنة وكده لا، محمد صلاح هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن برشلونة لا تخش مع محمد صلاح. طبعا محترم محمد صلاح، محمد صلاح لاعب كبير جدا وأرقامه من أفضل اللعيبة الموجودة في العالم وأرقامه تشهد بكده. فانا بتكلم من ناحيه ان برشلونه مش هيتعاقد مع حد عنده 32 سنه غير الا لو كان فري. لو كان فري هيدفع له مرتبه وخلاص، يعني هو هيبقى فري، مش هيكلف برشلونه حاجه غير المرتب بتاعه. فممكن ممكن محمد صلاح يروح برشلونه. طيب، ايه اللي يخلي برشلونه تتعاقد مع محمد صلاح؟ هقول لك الاسباب اللي انا من وجهه نظري اللي هي خلي برشلونه تتعاقد معاه. لان اول حاجه محمد صلاح فري، ما ملوش حق، مش هيشتري من النادي، مش هيدفع فلوس للنادي خالص، هو هيدفع له المرتب بتاعه بس. فده كده مش تكلفة على برشلونة. تاني حاجة انه هجيب عنصر خبرة بيلعب دوري ابطال وبيلعب في الدوري الانجليزي وهداف وبيعمل اسيستات، فلاعب كويس جدا، وهيكلفه مبلغ اللي هو مرتبه. فبس تمام. محمد صلاح عنده 32 سنة، فهي دي يعني برشلونة عايز يتعاقد معاه عشان اللي هو فري ولاعب مهم. محمد صلاح الكلام اللي هو هيمضي معاه، هو الكلام مش اللي هو خلاص لا، بس هو داخل في دايرة اهتمام لبرشلونة. فبالتوفيق يا محمد صلاح. تاني عرض جلطة سراي بمرتب ضخم. جلطة سراي عرضة على محمد صلاح 20 مليون يورو، بالإضافة إلى رسوم توقيع والكلام ده. جلطة سراي بتحاول تغري محمد صلاح انه يجي ب20 مليون مرتب ضخم يعني. بس انا من وجهة نظري محمد صلاح مستحيل يروح الدوري التركي. ليه؟ ايه اللي انت بتقوله؟ لا مستحيل. يعني انت شوف ارقامه، شوف عقلية محمد صلاح. محمد صلاح لو كان بيدور على الفلوس الكبيرة كان زمان راح الدوري السعودي، ولسه جايين في حتة الدوري السعودي برضه. فمحمد صلاح عرض جلطة سراي، هو لسه ما تقدمش، هو لسه كل المؤشرات اللي هو لسه بيجهزوا العرض وهيقدموه لمحمد صلاح. بس انا شايف ان لا، صعب محمد صلاح في الدوري التركي، مستحيل. طيب ايه العرض اللي بعد كده؟ الدوري السعودي. الدوري السعودي بقاله كذا موسم مهتم بمحمد صلاح، من اول ما بدأوا نجوم كانوا هم هدفهم من نجوم محمد صلاح. بس محمد صلاح من فترة جدد مع ليفربول ورفض عرض السعودية، قال لك انا هكمل في اوروبا. بس هل دلوقتي محمد صلاح ممكن يروح الدوري السعودي؟ لا، انا شايف ان هو احتمال ضعيف جدا ان هو يروح الدوري السعودي، لانه لو كان عايز الدوري السعودي كان ممكن يكون راح من الاول. انا شايف ان محمد صلاح مركز في اوروبا، عايز يكمل في اوروبا، وهو كمان يعني بسم الله ما شاء الله ارقامه كويسه، بيسجل شغال برضه بسم الله ما شاء الله اجوان واسيستات. فهو اوروبا ممكن يكمل. هو 32 سنه، شايف ان محمد صلاح لسه قدامه ممكن يدي لحد 5 مواسم كمان. وبرضه في حته ليفربول، مجلس اداره لحد دلوقتي لسه ما اتكلمش معاه. ليه؟ لانه عارفين ان محمد صلاح بيحب النادي، محمد صلاح بيعشق نادي ليفربول. فلحد دلوقتي هم لسه ما اتكلموش معاه، وفي كلام ان هم سايبينه خالص لحد ما يجي قبل العقد ما ينتهي وهيجددوا، هيقدموا له عرض ويجدد. انا شايف ان ده احتمال كبير انه هيحصل ويكمل مع ليفربول. وكمان ان الليفر عامل موسم لحد دلوقتي موسم كويس جدا، متصدر دوري انجليزي ومتصدر دوري ابطال ونتائجه كويسه. ليفربول عامل موسم لحد دلوقتي كويس جدا. فانا شايف ان هو لا، يعني ممكن يجددوا له موسم كمان موسمين، هيمضي برشلونه يا اما هيكمل مع ليفربول. وده انا احتمالين الاكبر، وانا شايل الاحتمالين التانيين اللي هو جلطة سراي او الدوري السعودي. وليه رايكم محمد صلاح عايزين تشوفوا فين؟ فبالتوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح، نتمنى له الافضل. دي كده نهايه الفيديو، ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتابعونا ان شاء الله عشان في فيديوهات كتيره جايه. حد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا جدا على المشاهده، زورونا ان شاء الله في فيديوهات قادمه. سلام.